عاصمة، مرحبا كالعادة. اليوم رجعت لكم. اليوم لحد يا جماعة، مرحبا بكم. شوش نعمل ديك كارولوني اللي هي مقرونة محشية، ماشي اليوم لحد قلت هيا برا نعملوا شوية مقرونة محشية باش نوريكم التحضيرات اللي يشتي كالعادة. هو هذه راهو بالنسبة لي أنا تحضيراتي، أنا تنجموا نتوما تشتهيوا حاجات أخرى تحطوهم فيها، معناها تنجموا باهي. جست أنا ديك سناريا وبصيلة وفلفل حار ومعدنوس وش نقول آخر مع اللحم مفروم كالعادة. وباش نعمل صوص هكا حمراء كيما صوص مقرونة أنا نعملها وما نحطش اللحم بطبيعة باهي. وهنا قولوا أنتم باش نعشيت حاجة حلوة كريب، باش نعملوا كريب. باش نقول لكم بعد كيفاش، خاطرنا باش نجي حتى نصور وحدي حقا. قلت يا برا نقد روحي نصور وحدي تراه كيفاش باش تخرج. حاولت نصور وحدي من الاولى، من بعد ما نجمتش، خاطر يلزم زوز يدين الحقيقه، ما نجمش بيد واحده نخدم باهي. دونك هاني باش نوريكم، خليكم معايا واحده واحده. هو راهو شهوات هذوما اللي يشتي هكا حويجه صغيره باهي. باش نحط الزيت، هذيك القلايه راهي سخونه، الزيت راهو كان تظهر لكم برشا نقصوا، اما انا راني نطيب هكا مش مزيت برشا، اما مش زاده هكا شايح من الزيت. هذيك اللحم مفروم نشريه ديما حاضر. شنو باش نقول لكم اخر. هو انا راه ديما نقول على حد هكا على دباره، حد يكون ناسي حاجه يتفكر. ديما نهار حد هكا نعمل حاجه سبيسيال. هدايا البصيله مقصوصه، باش نوريكم البصيله لاني انا نغسل، حطيت شويه غادي وشويه في النجره اللي من غاديكا، خاطر باش نعمل فيها كالصوص الحمراء. ما نعملش الحقيقه انا بشاميل، تجيني قويه، دونك ما نحبش نعمل فيها، نعمل صوص هكا حمراء كما قلت لكم. هاني باش نقسم كيفاش قعدت شد التليفون. هذاك ثوم، باش تتعبوا شويه باش تتفرجوا والله ما لا غالب. وهذيك قسمت، عرفت شويه ثوم غادي شويه ثوم غادي، شويه بصيله غادي وشويه بصيله غادي. حبيت نقسم يا اخي ما حبيتش، حبيت نعمل زوز غادي زوز مغارف يا اخي ما جاتش. الفلفل اخضر ومقصوص ونظيف اللي يشتي. مش نبدو متفاهمين، خاطر فما الفلفل راهو شهوات. هذه شويه سفناريا مقصوصه، هما رمزوز سنينات سفناريا. دوكم 3 قرون فلفل اخضر حار، انا نحب هكا نشتي الحقيقه. ومعدنوسه، قولوا نص معدنوسه كبيره مقصوصه ومغسوله ماشي. وغاديك هكا حطيت بصيله في الطنجره، غاديك حطيت بصيله وثومه ورند وطماطم باش نقليها شويه ونمرقها ونفوحها فحل عادي، كاينها صوص مقرونه ولكن فيها للحمله قالتم الى شحام بسم الله عليكم هكيك باش نعملها. ما نعرفش روينها هكي قديم الزمان، معناها نعملها هكا صوص بشاميل كما قلت. راني ما ناكلهاش، اللي يشتي يعملها. هدايا هكا باش خليه انا يذبل، باش خليه هكا يذبل منه يطيب اللحم بالكدا باش نفوحوا. راه باش نوريكم، خاطر انا بكري ما كملتش، ماني شاده بيد ما حبيت قلت نشوف في التليفون ولا نشوف ديريكت، زعما هما يشوفوا كيما انا باش نشوف، والله ما عرفت. الغاز راهو نص نقص عليه، معناه مش هكا قوي برشا باش ما تحرق لكمش. وباش نقول لكم راهو الملح للامانه انتوما نقصوا، انا راهي جتني هكا شويه مالحه شوي، خاطر الجبونات من بعد اللي انا حطيتهم نسيت اني انا باش نحط برشا جبونات مالحين، دونك الله غالب راهي جت هكا. اما انتوما كانت شاهين نقصوا في الملحه، خاطر الجبن اللي باش تحطوه هنا نورمالمون مالح. حطيت غاديكا ريتو شويه فلفل حار زاده بودر وفلفل اكحل وكركم. والله ايش نقول لكم، في لي تابلو كرويه لقيت شويه حطيته تابلو كرويه مع اللحم بقري خاطر يجيبني. هو راهو الفاح نفسه اللي نحطه على اللحم هو اللي نفوح به زاد الصوص، ما تكون واضحه، معناها ملح فلفل اكحل كركم تابلو كرويه. هذاكم فاحي انا اليومي معناها في 12
الكل. هدايا هكايا. نسيت حاجة، قلت فارسة يا برا اجري عيطله جيب لي شوية نعناع شايح. قولوا لي فاطمة يجي فاطمة ما يجيش الله أعلم. أنا هكاك نحب الكوم تاعهم بشوية هكا نعناع شايح. ما عنديش، أنا قاعدة نشيح. دونك جيب لي شوية، قعدت هكا نهز بشوية باش نوريكم اني انا كملت. حطيت راهو شوية نعناع شايح مش في الاخر معناها، انا تفكرت تقريبا نكمل معناها اللفاحات الكل هكا. شفتوها من بعد روينا والله باش نحكي قالت امي حدوته. هو راهو تقول امي كيف جايينك ضياف يا بنيتي كالصوص هذيك تصفيوها، يبدو جاينا ضيوف نصفي الصوص زعما باش ما يجيهمش البصل والثوم. باهي احنا وحدنا في الدار نحوك الورقتين قالت امي نتاع الرند، وهذيك الصوص راه باش نطيبوا فيها من بعد تشوفوني بعد كيفاش. هل فهمتوها عندكم منه الشيء هذا؟ قالت امي ولا لا ما نعرفش. انا وحدي نحب البصيله والثومه واللفاح هذيك نحب ناكل بيه. اما ساعات كيف يجيك قلق ضيف لازمك تعمل تراتيب معناها مش كيما تاكل وحدك كيما يجيك حد. دونك انتوما عينكم ميزانكم، كما تحبوهمش تنجموا تصفيو الصوص وتحطوها تسقيو بها باش تجيب المقرونه محشيه. كما قلت ردوا بالكم كان على الملح يا جماعه على خاطر ولا كان تعرفوا روحكم انتوما ما تحطوش برشا جبونات وجبونات ماهيش مالحه تنجموا تزيدوا. اما انا جت شويه الحقيقه مش ملحه برشا انا ناكل راه مالحه مسوسه حاره اللي تحبي مادامها انا طيبتها انا ونعرف اش حطيش وما حطيتش نعمة ربي تتكلم. وغاديك راني قاعده انا باش تقعد وكل اللحم يقعد هكا مكتل تقعد هكا تحاولوا تحلوه شوي. والمغرفه قلت عليش هي معي هي ماني نحرك بها غاز كل بلاصه نعمل لها مغرفه نحرك بها من الزوز. ومن بعد الرند قلت راني نحيته شوش طيبوا بالرند وبعد تقولوا فاطمه قالت نحيو الرند. هذايا النعناع زعما تقولوا نعناع برشا ولا ما نعرف انا ما نظهر لي كيكا بيه وغاديك هاكا كيف نجم يكون حتى النعناع قوي برشا عطاك الملوحه شويه والله ما نعرف. امانه نحبوا النعناع في السلطه وفي الحكايات هذوما هكا يبنن هكا. انا باش نخليه توا هكا يتكتك هذا يقف على زيتو والصوص تبدا تعقد. باش نفهمكم لها الصوص راه لازم مش ماء كيكه تقعد لا تغلي مش صوص عاقده ما تغلي شويه معناها باش يكون هكا. هذه راهو اللي راهو تبارك الله الناس كلها تعرف طيب اما هكا مش طريقه جديده. ما هي بالنسبه لي انا حاجه انا حتى كي نحط نتفرج نشوف حاجه ما كنتش انا نعملها معناها نولي ساعات بالك تسهل عليا ولا فكره. ما فما انا مثلا قبل ما كنتش نحط في السفناريه بعد قلت خليني نجرب عجبتني بنينه وليت نعمل فيها. اما الفلفل هذاك ديما راه محطوط فلفل اخضر شيء محطوط غاديك راه ديما محطوط معناها من الاول ها. حبيت نوريكم انه الغاز هكا يمشي سله البنات. وتوا هبطتك اللحم حطيته فك الصحيفه وحطيت عليه جبونات هما زوز ماركات جبن مثلث وجبن اخر برا مش لازم نقول اسمه خاطر نغلط في اسمه. المهم انتم اللي تشتوا قول توا نهار نولي نخليكم بقويت باش تعرفوا. اما جبن هكا بنين على حتى على الصغار خاطر هما يحبوا. شنو هي الفازة هو على السر في الجبن راه في الفاح واللحم مفروم ماشي. دونك هكا حاولت نخلط مليح والصوص فرغتها زاده في صحفه من غاديكا وجبت هكايا بلاطو صغيرون. عجبني انا البلاطو هذا ديما نخدم فيه نحرك فيه يعني كان كي نبدو على نظيف نعمل في بلاطو كبير. هكا كيفاش خرجت كالعاده قلت لكم البصل والثوم اللي ما يحبهمش يصفي الصوص ما يقلقش روحه وراهم يتنحاو معناه وبعد لهنا فما سر هاو فما شو اسمه ذاك بوش ولا شنو صحيحه قلتها ايوا
يا خي والله انا لا نجم نعمل بيه بصراحه من الاخر. هو راهو عندي تو بعد نوريهوكم، يعني قلت ها هو موجود. انا الحقيقه لا ما نصورش انا توا حشوه كيما كي باش تخرج لي ونقعد نعصر خويا مش خدمتي. انا تعرفوا باش نفهمكم حاجه، انا حملت كيكه توا حاولت نحط بمغرفه صغيره ونجيب مغرفه اخرى ونقعد. عرفت سوسيت هذوما تعملوا فيهم وحدكم في الدار ولا لي؟ خاطر انا توا قاعده نبسط في الامور كيما الناس الكل تنجم. اي حد يشتي شاوي يقوم يعملها من غير ما يقعد يشوفها صعيبه معناها ساعات. باش نعمر هالكعيبه هذه هاك باش نوريكم. باهي. باهي اما من بعد باش ما نخبيش عليكم الحقيقه، خاطر اللحم غاديكا مازال سخون. ريت كيفاش كملتها زعما، قالت امي امور سحريه زعما. راني غسلت يدياتي وعمرتهم بيديا معناها بصراحه ورصفتهم هكاكا، وهاكا الصوص قاعده نصب فيها باش نوريه لكم. ومن بعد مازال عندي شويه جبن باش نرشو قريب هي تخرج من الفور. والله ما نعرف قديه، ما قلت لكم هكا الفور نتاعي اللي ما يعدل عليها حد، مره تسخن مره تبرد. هذوكم مكسرين قعدولي، اما هذيا باهي هذاك شويه الجبن اللي انا باش نخليهم من بعد. وما تخافوش هاكا وريت لكم القطعه العجيبه اللي انا زعما الناس كلها تخدم بها الا انا. عندي كتبق نحطه هكاكا، والفور يظهرلي في 180 160 90 والله ما نعرف، انتوما كل واحد وفوره بصراحه. عينكم ميزانكم في الوقت بصراحه، معناها ما نجمش نفتي ونقول لي عملت. انا الحقيقه رميتها غادي وجيت نعمل في الكريب نص ساعه نورمالمون راهي هي باش ما تضيعوش. لهنا نعطيكم الروسيت هذيا، ها هوكم 4 كعيبات. عجبتني الروسيت راهو على فكره، وديما نعمل فيها بيا. 4 كعيبات عظم، 100 غرام زبده عاديه باش ما نكلفوهاش ها. وغاديك شويه سكر وشويه ملح. وزوز كيسان حليب، زوز كيسان حليب. وكيفهم زوز فرينه مغربلين. الفرينه كي فرينه والله بصراحه ما نخبيش عليكم ماهيش الفرينه العاديه باش ما نغلطكمش. هي فرينه الجاتو اللي انا نخدم بها الحلويات بصراحه. ما نقولكم فرينه عاديه ومن بعد انتم تجربوها تجيكم رزينه لا. ما هي وانا ريتو كيفاش هكاكا باك الركبه ديك بيدي وكبير عليا ويدي وجعتني، اما انا جست باش نحل الفرينه ومن بعدها باش نحطها فك الاله العجيبه ديك الخلاط. بالكدا هذيك يعاون برشا وما يخليش الكتل وتجيكم كيفاش نقولها لكم مرنه. ما عنديش كلام برشا الحقيقه في المواضيع نحكي. نحكي كايني نحكي مع جماعه اللي في الدار. انا راني توا هاتو كيفاش تقعدي، اما اللي ما عندوش الروبوت ينجم تقعد يا غالب بنيتي ولا يا وخيتي تحركيها مليح 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 ومن بعد تصفيها بالصفيه. راهي تهبط من غير كعابر ومن غير لا زايد ولا نقص. باهي كالعاده ما هو تفهمنا باش شو اسمها هي قلايه تيفال ماهيش مخربشه جديده. تحطيها على الغاز نقصي عليه وهتا نوريك كيفاش التكنيك. انا راهي هي شهوات وكل حد انا نعمل حاجه كي من هكا ها باش نوريكم الروبوت نتاعي قديمه كالعاده ما انا مازلت مستحفظه عليها. شو حبيت انا كيكه ونصب ومن بعد قال لي فارس لا هابطي القرصان كيفاش باش تصبي. دونك هكا باش نحاول نوريكم. هذا تسهل عليك شنية انه ما يخليشك الكتل والله تسهل ولا يعجبتني. انا قبل الحقيقه ما كنتش نعمل فيها باش ما توا الامور تطورت شويه ولينا نتطوروا احنا في حاجات مش نفرغها ونخلي فارس بالطبيعه يعمل لها الدوره نتاعها في الخلاط هذيك، ولا نغسل لك الصحيفه ونحطه ونرجعها باش نبدا نطيب. توا هاوني رجعت القلايه هي بيضه، راني مشيت غسلتها ونشفتها ورجعتها خاطر هذيك هي العروسه نتاع القلايات هي جد واحده.
باهي ها هكا كيفاش. هكا المغرف هذيك اللي عندها راهي تكيل بها تجي كعبة متوسطة، لا هي كبيرة لا هي صغيرة لا هي تجيك ملبسة اسم الله عليك، لا تجي كيما مش زعما شقولوا كيما اللي في الشارع، على الحقيقة لا، ما كيفها الكاليتي كيفها ما صغيرة. هاوكا حبيت نوريكم كيفاش تكون هي، كانت تبعوها ولا تجيكم منين هاي كيفاش باش تخرج. امينه من بعد قلت الفرس خليني نحمرها خاطر ساعات تقعد هكا بيضة شويه، انا نحبها هكاكا تتقرمش. فما اللي كل هكا يخليها جوست من الاول تسيب شويه ومن بعد كل ما يجي يحب ياكل يسخن باهي. انا نحب الحكايات ديما هكا مشوشتين شويه طيبين شويه. هذه تعملها كان كي يبدا فما فرينة سبيسيال معناها. الله غالب. هلا مش غالية راهي تقولي بحكاية 3000 الباكو ولا 2000 وصرف والله ما نعرف حاجة هكا معناها. توا هي زوز كيسات مش برشا، تستحفظي عليه الباك ولا يشدك برشا حاجات. يعني انا توا باش نحاول هكا زعما قلت ان شاء الله ما، ومش كل يوم الحقيقة نطيبوا فيها معناها. تظهر لكم زعما هكا كلي تحمرت برشا ما لا راهو. اما اللي يحب ينقص على الغاز وينقص زاده ما تطلعلوش هكاك، يعني ما تجيش حمرا برشا معناها مبشبطه شويه. هاني حضرت انا شويه في بصح سله صغيره وشويه الشوكولاته وشويه شو اسمها كدبوزه الاخرى نسيت هذيك، حسب نوريه لكم. هما هذوكم ديما محطوطين انا اللي اي حاجه حلوه نحط بها معناها شويه وشويه عسل وشويه معجون ولا حاجه هكا تنوري لكم والله كان شيتوها منين راهو هي للصغار ولا حتى لكم انتوما هكا تحليو بها كان ما تحبوش شوكولاته ولا عسل. هو الكعبه هذيك هي الاولانيه حبيت نقدها ونوريه لكم ومن بعد نقول تاني نقعد كيما كان الناس الحرفيين نطيب ومن بعد نوريهم. بعد مش نوريكم قداش من كعبه حطوا لي الكيل هذا. اللي عنده عيله ويعرفهم ياكلوا يضاعف، اما لا انا ننصحكم جربوا من الاول بالكيله هذه الكونتيتي هذه معناها وكي تعجبكم تضاعفوا الكميه. هكا انا ديما راهو انا كل حاجه من الاول نبدا ما نعرفهاش نجرب من الاول بشويه ومن بعدها نبدا نضاعف. هاكا شفتوها كيفاش قلت فرسات نوريهم الكعيبه الاولى. بطبيعه هذيك الشهوات بطبيعه نتاع فارس الكعبه هذيك اللي هو من الاول هاكا قال حطي لي الشوكولاته من اللوطه من داخل ومن برا اطويها وعملي لي شويه عسل. فهمتوا تعرفوا انا فاش فكرتني الكريب فكرتني بحاجه توا زعما يكون شي جمعه الجايه ولا الجمعه اللي من بعدها باش كيكا هي ماني نخفف شويه باش باهي. اما توا ولا نسيتها هي فما الغرايف العربي نتاعنا ان شاء الله نطيبها. ريتو كيفاش زعما كيما نتاع الشارع هذاك قالك شويه عسل هكا. نجموا تعملوا عسل هكا من داخل ومش لازم الشوكولات نجم. وفما رمومه يعملوا فيها برشا حكايات اما نحنا عاديين ناس بسطاء. هذايا الكميه قلت وكاروليت انا كعبتين زعما هاكم هذيك المقرونه كيفاش خرجت. حقا انا ما قلتش اني انا باش نعمل اسمه مخيطو هكاك عرفتوا مخيطو اللي هو قارص ومعاه نعناع شويه نعناع مرحي مصفي محطوط فيه شويه سكر وزعما هاني زينت انا بالقارص والنعناع باش نوريكم زعما انا ليمون بالنعناع قالوا لي. هذه المقرونه المحشيه هكا جبن رميته من فوق قال لي لا ما نحبوش يتحرق هاني خليته هكاك. اما هاني قلت هاي يا جماعه ما كالعاده انا توفالي توفى الكلام الكل وبعد فارس يحط تصويره باش نكمل نقول لكم نودكم وما نشاهيكم ان شاء الله تعجبكم الماكله وان شاء الله تجربوها وان شاء الله فيديو اخر. باي باي.